اول حاجه جبنا زرعه البلوبري ديت وهنزرعها في الارض النهارده. علشان نزرعها البلوبري ما ينفعش معاه اي تربه، ما ينفعش تزرعه على الارض وخلاص، لازم تستخدم تربه زي دي، تربه اسيدك، دي مخصوصه للنباتات زي الازيليا وزي الكاميليا وزي البلوبري. هنحط ديت التربه دي، هنمزجها مع التربه بتاعتنا، وبعد كده هنزرع البلوبري عشان ياخد احسن بدايه في حياته. اهلا بيك في قناه كايرو جاردن، قناه الزراعه المنزليه. لو انت اول مره بتتفرج على فيديوهات كايرو جاردن، قناه كايرو جاردن بتعمل فيديوهات عن الزراعه في المنزل، بتعلمك الزراعه والعنايه بالنباتات، وباخدكم في جوله داخل الجنينه بتاعتي، بوريكم كل حاجه عن الزراعه. اشترك في القناه، اتفرج على الفيديوهات القديمه، وتابعني على قناه كايرو جاردن. النهارده عندنا مهام في الجنينه لازم نتكلم عنها ولازم نعملها. بعد كده هنزرع الذره، مش هنزرعها كلها في الارض، هنزرع منها شويه طبعا، لان هنا في انجلترا الجو لسه مش مضمون، ممكن يبقى متجمد. فدي زرعه الذره بتاعتنا. طبعا هنبدا نزرع منها شويه في الارض وهنغطيهم ببلاستيك علشان نحميها من البرد. خليكم معايا وشوفوا هنعمل ايه النهارده. وهنبدا بتقليب الارض كده بالراحه وتجهيزها. نتاكد برضو ان مفيش اي حشائش او اي حاجه في الارض. هنا كنا زارعين بصل، هنقلب بس كده الارض تقليبه كويسه. لو انت شايف هتلاقي ان اوريدي احنا حطينا سماد عضوي هنا بتاع الحيوانات بتاع الحصنه، فده اوريدي موجود في الارض. احنا بقى هنزود عليه السماد المخصوص الاسيدك المخصوص بالبلوبري. كده احنا جهزنا الارض اهو. هنحفر حفره كبيره عشان نملاها بالتربه بتاعه البلوبري. ساعات بقى وانت بتحفر لو انت زارع قبل كده هتلاقي جذور كبيره شويه زي دي كده، دي انت مش عايزها في الارض بتاعتك. كده اهو. هنبدا بعد كده، دي شكل التربه، هنبدا بعد كده نفضي التربه. انا مش هفضيها كلها عشان عندي زرعه تانية برضو بلوبري عايز اديلها شويه من التربه الكويسه دي عشان تاخد بدايه كويسه في حياتها. ما تنساش ان هنا التربه بالنسبه لها جديده، والمكان ده جديد، والشمس والمده وكل الحاجات دي جديده بالنسبه لها، فلازم تديلها احسن بدايه في الحياه. كده اهو، كده جاهزه. بتقلبه بالراحه كده وبتحطه. ما بتدفنش الزرعه نفسها بمحاذاه السطح بتاع الزرعه بتاعتك، ما بتحطش تربه فوقيها بالشكل ده. كده دي الزرعه دي خلاص اتزرعت. المرحله الجايه هزرع بقى البلوبري الثانيه وبعد كده هحط لها ميه. البلوبري دي كانت محطوطه في مكان زحمه جدا وكله زرع وعشب وحاجه صعبه جدا. مش مفضل ان انت تنقلها وهي مطلعه ورد زي كده، او مش مفضل، هو المفروض غلط، ولكن النقل اللي احنا بنعمله دلوقتي ده انقاذ للبلوبري دي. احنا هننقلها مع بقيه البلوبري اللي هنا. دي محاوله للانقاذ، مش فيعني المفروض ما تتنقلش غير وهي موقعه كل الورق بتاعها في فصل الشتاء، ولكن دلوقتي احنا بنحاول ننقذها مش مجرد بنزرعها. انا فضيت كل الجراس او كل النجيله اللي كانت جنبها، ودلوقتي هي بقت لوحدها. هنحطها برضه في تربه اسيدك زي التربه بتاعتنا، حمضيه يعني، تربه حمضيه جنب البلوبري الجديده. وفي وسط الجزء ده دلوقتي هنحط التربه الاسيدك، وبعد كده هنحط الزرعه بتاعتنا ونحاول ننقذها. مهم جدا ان انت تحط نوع التربه المناسب للزرعه اللي انت بتحطها. ليه بتعمل كده؟ علشان في زرع مش عايز تربه حمضيه، بالنسبه له التربه الحمضيه دي ممكن تموته او تقلل نموه. لكن في زرع زي البلوبريز وكل انواع البلوبريز وكل انواع الازيليا والحاجات دي بيحتاج التربه دي. طبعا انت عندك الهيدرينجا، الرودودندرم، كل دي انواع ورود والبلوبريز. خلاص حطينا التربه الجاهزه اهي. نتمنى لها بقى ان هي ايه، تعرف تعيش بعد النقل ده. صعب جدا تنقلها في وقت زي ده، وقت ما هي طلعه الورد بتاعها وجاهزه للانتاج، وانت بتقول لها ابدأي من اول وجديد. فدي فتره صعبه جدا على النبات، لكن احنا بنحاول ننقذه. هنحطه هنا في التربه بتاعتنا اللي جهزناها له. مهم جدا برضو انك تسيب الليبل بتاع النبات. يعني هنا الليبل بتاعنا اهو بيقول لك نوع النبات ايه واتزرع امتى وكل المعلومات بتاعته. ده بيسموه الباسبور بتاع النبات. مهم جدا انك تحتفظ بيه علشان تعرف انت زرعت امتى وزرعت نوع ايه، ولو جاله امراض تعرف تلاقي لها علاج. فده مهم جدا. خلاص احنا حطينا دي في الارض وجاهزه اهو. المرحله الجايه هنديلها ميه وهنغطيها علشان خاطر طبعا لو اثمرت البلوبريز العصافير بتحبه جدا وهتاكله كله. الارض دي انا جهزتها قبل كده بالسماد زي ما انت شايف كده، كلها سماد وكومبوست من اللي انا عامله في الكومبوست بين ديت. النهارده زي ما قلت لك انا عندي ذره. الذره معانا هنا 12 شتله صغيره. ده احسن لي من البذور، لان البذور بتاخد مده طويله.
عشان ازرعه الموضوع سهل جدا. انا هنا بعمل خرم، ما تنساش ان انا كنت حاطط كرتون هنا، لو انت شايف دي طريقه النو ديج، فالكرتون هنا هيديني فرصه ان كل حاجه تتحلل قبل ما التربه تطلع اي حشائش ضاره او اي حاجه. الموضوع سهل جدا، بختار اقوى نباتات، بقلب بالراحه اهي، في 2 طلعوا اهو، وبنحط الشتله بالشكل ده. هنا الشتله فيها 2، هل محتاج ان انا اقطعها؟ لا، مش محتاج ان انا اقطع من الشتله 2، لان الاثنين دول ممكن ياثر على الجذور. فانا هعمل بالشكل ده كده، اخش في اللي بعدها، اسيب مسافه كويسه وبعدين ازرع الزرعه اللي بعدها. مش محتاج ان انا احفر جامد قوي، بنحطها بنفس الطريقه كده اهو، بدفنها كويس. كل ده طبعا هياخد ميه بعدها وهيضغط كده اهو. اول 2 الشتله اللي بعدها. طبعا فكره ان يبقى فيه 2 بيدي لك فرصه اكبر ان الزرع بتاعك يطلع. لو واحده بس وماتت يبقى انا كده المكان ده بالنسبه لي ضاع. مهم قوي لو انت عندك بذور كفايه، لو ما عندكش مفيش مشكله ان تحط 2، ده افضل لك، بيديك احتماليه اكبر. بس انا مش هزرع كل زرعي هنا، بالعكس، عشان لو الزرع ده مات او حصل له اي حاجه يبقى عندي حل تاني. الباقي هزرعه عندي في البيت. خلصت كده، هحط له ميه وهوريك ازاي هغطيه دلوقتي عشان احميه من الجو البارد هنا بالليل في انجلترا. بعد كده بنحط الميه بالراحه طبعا، مش بالخرطوم بقى ونغرق الدنيا، لان دي لسه محطوطه في الارض، والمرحله دي قبل على طول ما نغطيها. بعد ما بديله الميه طبعا شايف الهواء بدا يحركه ازاي، بجيب الصندوق البلاستيك ده وبحطه. الصندوق فيه اخرام من فوق، وهحط عليه طوبه او اي حاجه تقيله علشان ما يطرش، وبينتهي الموضوع بالشكل ده. ودي زراعه الذره، وده الذره اللي هزرعه في الجزئيه دي. عملنا ايه؟ زرعنا البلوبري في المكان بتاعه، وشرحت لكم ان مهم جدا ان الزرعه تاخد التربه المناسبه ليها زي التربه الاسيدك. بعد كده زرعنا شويه ذره، ما زرعتوش كله علشان طبعا انا مش عايز اضحي بكل الزرع بتاعي. غير كده عندنا السنه دي طماطم جبتها خلاص وزرعتها في البيت، مش هينفع تطلع دلوقتي، الجو مش مناسب. وبذور زرعناها كتير وكلمتكم عنها في الفيديوهات اللي فاتت. ارجع اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، في حاجات كتيره جدا اتكلمنا عنها. عملت فيديو حلو جدا عن الاسباراجس اللي هنا ده، وشرحت لكم ازاي تزرعه وتاخد بالك منه وازاي تطبخه وحاجات كتيره جدا. اهم حاجه اشترك في القناه، اعمل لايك وشير للفيديو، وعرف صحابك على الزراعه، واشوفكم في الحلقه الجايه من كايرو جاردن. مع السلامه.